السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهارده مميز جدا، من اجمل واسهل وابسط الطرق اللي ممكن تعملي بيها فطير مشلتت في البيت ان شاء الله. اول ما هتشوفي الفيديو هتقومي حالا تعمليه. طريقته بسيطة جدا، هتعملي اكبر كمية فطير. لان طبعا الطريقة سهلة وبسيطة. كمان مقاديرنا بسيطة جدا، هيطلع معاكي طري هش كده وخفيف. مورق معانا طالع كده معايا طبقات ما شاء الله، طري جدا. بريحة السمنة البلدي، طبعا ريحة أمهاتنا. إن شاء الله الفيديو يعجبكم، جربوا الوصفة. أهم حاجة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير. ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية معايا كده كيلو من الدقيق المنخول، ومعايا كمان كوبايتين من المية. هضيف لهم كده 4 معالق كبار من السكر، ومعلقة كده من الملح. هنبدأ كده نقلب كويس جدا. بتتأكدي طبعا السكر ان هو داب معاكي كده في المية. وهنزل كمان، مش هنزل بكمية المية كلها، انا هنزل كده بالمية واحدة واحدة، ولو احتاج معايا مية هبدأ كده طبعا ازوده. دي طبعا بيبقى معايا مية على حسب كده نوعية الدقيق. هبدأ كده اقلب كويس جدا، وكمان هبدأ كده ازود كمان مية. هنبدأ كده نلم العجينة كويس جدا. اهم حاجة في عجينة الفطير، ودي من اول الخطوات ان يكون معاكي الفطير ناجح، ان انت تخدمي طبعا العجينة كويس جدا، تخدميها كده في العجين. هنبدأ كده نلم العجينة كويس جدا. هي طبعا احتاجت معايا مية، انا اخدت معايا كده 3 كوبايات ونص من المية. هنبدأ نعجن كويس جدا، تخدمي العجينة كويس جدا. ضفت لها كده عشان الم العجينة 2 معلقتين كبار من الزيت. ما شاء الله العجينة خلاص نعمت خالص معايا، ما شاء الله عليها طرية وجميلة جدا. رشة كده بسيطة خالص من الزيت. هنبدأ كده هنحط كده العجينة وهنغطيها وهنسيبها كده ترتاح نص ساعة. ما شاء الله العجينة ناجحة جدا معايا، طرية جدا. سيبتها ترتاح اقل حاجة خالص في الراحة بتاعتها كده نص ساعة، عشان تاخدي كده نتيجة هايلة خالص في الاخر. بتجيبي كده اي حاجة بتدهنيها كده، صينية او صاج، تدهنيها كده دهنة كويسة جدا من الزيت، وهتبداي كده تقطعي الكورة. طبعا انا هنا وزنتها على الميزان 70 جرام. ما عندكش ميزان خلاص بايديكي كده ممكن تعملي كده كورة قد البيضة كده. الطريقة دي من ابسط الطرق اللي ممكن تعملي بيها فطير في البيت. طريقة سهلة جدا، ما تتعبيش نفسك خالص، ما تريحيش فطير. وكمان الطريقة دي بسيطة في العمايل الفطير، عشان مش هتاخد معانا لا وقت ولا مجهود، وكمان مش هتبهدل معانا الدنيا خالص. فجربي الوصفة دي وان شاء الله تعجبك جدا. هنبدأ كده نقطع طبعا. انا هعمل كده الفطيرة 4 طبقات، يعني هعمل كده كل 4 كور هعملهم على فطيرة. قطعت كده الكمية كلها، سيبتها طبعا. الخطوة التانية من اهم الخطوات ان انا بسيبها كده نص ساعة ترتاح خالص. وبدأت كده طبعا جبت كده سمنة ميكس كده بين السمنة البقري والسمنة الجاموسي، وكمان 4 معالق كبار كده من الزيت. مش هنكتر خالص الزيت عشان ما ينشفش معايا كده الفطير. وهنبدأ كده ننزل كده الميكس ده، وهاخد كده فطيرة بفطيرة وهبدأ كده افرد. تفردي بايديكي طبعا، العجينة احنا سيبناها ترتاح خالص فهي سهلة معايا خالص، مش هحتاج نشابة ولا اي حاجة بايديا. وهبدأ افرد كده. الطريقة دي طريقة ناجحة جدا في الفطير، تدي معاكي طبقات كتير، وكمان بتورق معانا الفطير بيخليه جميل جدا. عملت كده اول طبقة، تبدأي كده تلمي الفطيرة بتاعتك خالص. هنبدأ كده نعمل الفطيرة التانية. الطبقات دي طبعا بتفرق جدا، ممكن كمان تزودي كده عدد الطبقات على حسب طبعا كمية العجين اللي انت هتعجنيها.
عجينة الكيلو الدقيق عمل معايا 12 كورة، فاعمل بيهم 3 فطاير. كل فطيرة هتاخد مني 4 كور من كور العجين. طبعا بتفردي كده العجينة الفطيرة، وبعد كده طبعا اول ما بنفردها كده خالص على الرخامة كده بتبدأي تحطي جواها الفطيرة اللي احنا كنا مطبقينها الاول. دي طبعا الخطوة دي التالتة طبعا سر من اسرار الفطير او توريق الفطير، ان انت كده بتحطي الطبقات كلها على بعضها بطريقة كمان ناجحة وسهلة جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص ولا مجهود. بنبدأ طبعا بنورق كده بالسمنة، بتفرق جدا في طعم وريحة الفطير كمان. احنا كده خلصنا طبعا الكمية كلها، سيبتهم كده طبعا على السجان ترتاح. لازم طبعا اول ما بنخلص خالص بنسيبهم برضو يرتاحوا قبل ما نبدأ كده نفردهم في الصينية. عملت كده ميكس بين معلقتين كبار من القشطة الفلاحي على معلقتين سمنة بلدي، سبتها كده ارتاحت. بدأت كده بأول فطيرة، تبدأي كده طبعا ما تفرديش الفطيرة زيادة عن اللازم عشان ما تنشفش منك في الفرن وتعضم، فاحنا طبعا بنفردها كده بسمك مناسب. وهنبدأ طبعا قبل ما ادخلها الفرن هنبدأ كده نديها كده وش تلميع بالقشطة اللي احنا عملناها مع السمنة، بتفرق جدا في طعم وكمان ريحة الفطير، وكمان بتدي لون جميل جدا في لون الفطير. فردتها كده فردة طبعا بسمك مناسب، سمك كده معين، يعني بكون طبعا مظبطة كده الأطراف، مبتضغطيش طبعا على الأطراف عشان أول حاجة كده ممكن تتحروق منك. دهنت كده القشطة مع السمنة البلدي، طبعا بكون مسخنة فرني أعلى درجة حرارة. هيدخل كده الفرن وهياخد ان شاء الله اللون اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله ما اخدش وقت خالص. يعني الفطيرة بتدخل كده 10 دقايق بالكتير، ما بتاخدش اكتر من 10-12 دقيقة في الفرن عشان طبعا ما تتحرقش منك، وكمان يكون لونها موحد كده. بتقلبي كده الصاج من وقت للتاني، طالع معانا ما شاء الله طبقات، وكمان طري جدا من جوه، وكمان واخد اللون الذهبي الجميل من بره ومقرمش، طالع معانا هش خفيف. طريقة التوريق من ابسط واجمل الطرق اللي ممكن تعملي بيها اكبر كمية فطير في البيت. جربوا الوصفة دي وان شاء الله هتدعيلي. اهم حاجة طبعا ما تنسوش تدعموني، وفي رعاية الله.